بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في أيام الشتاء اهو، ويعني لسه حاسين بالبرد، يعني البرد القارس من قيمة أسبوع بس كده. هنعمل بقى مع بعض النهاردة وصفة اللي هو الراعي رسمي لأكلات الشتاء، اللي هي العدس والمحشي. هنعمل النهاردة العدس، هنعمل شوية عدس كده بشعرية. وزي ما بيقولوا العدس ده هو اللي ضرب الحمام على عين. هنعمل عدس النهارده بشعرية بطريقة سهلة وبسيطة كده، من غير ما تسلقيه زي ما بيقولوا كده. اوعي تسلقيه، شوحيه وجنني الكل بيه. حبة عدس كده تاكلوهم بقى ايه مع ليمونة كده، تعصري عليهم ليمونة كده خضرة، ومع شوية بصل كده اخضر، حاجة كده ايه لزوم الطاقة ولزوم الدفى. ايه هيعجبوكي قوي، جربيهم بطريقتنا النهارده. ولو اول مره بقى تشوفي قناتي، فضلا وليس امرا اعملي لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. وفعلي زر الاشتراك كده على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي وتوصلك اشعارات فيديوهاتي. نبدا كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول كده مكوناتنا مع بعض. اول حاجه كده بنجيب الحله بتاعتنا اللي هنعمل فيها الطبخه بتاعتنا النهارده، وبنحطها كده على النار. لو الحله بتاعتك مبلوله لازم بتولعي على النار دقيقه كده لحد ما تنشف من الميه اللي فيها. بعد كده بقى بنضيف الماده الدهنيه بتاعتنا، زيت او سمنه او زبده زي ما انتي حابه. هنعمل العدس بتاعنا النهارده. زي ما انتم عارفين انا بحب استعمل زيت الذره دايما في كل الاكلات بتاعتي. هنسخن الزيت بتاعنا كده ونجيب المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. كتري بقى في المكونات دي، يعني لو عندك كوباية عدس واحدة بس تقدري تعملي بيها حلة كده تكفي 10 أنفار. ازاي؟ هقولك بقى ازاي. كوباية العدس دي هتعملي عليها ايه؟ هتجيبي مثلا نص كيلو من الجزر وتقشريهم كده وتقطعيهم مكعبات زي ما انت شايفه كده. وهتجيبي كمان بصلايتين كبار وتقشريهم وتقطعيهم كويس قوي. وهنجيب 4 5 فصوص توم نقشرهم ونغسلهم كويس قوي. وهنضيف كل المكونات دي وكمان طماطميتين 3 كده كبار. ولما الزيت بتاعنا يسخن هننزل بكل المكونات بتاعنا دي زي ما انتم شايفين كده. وهشوح كل المكونات دي. يفضل ان انت بتسيبي الطماطم في الاخر خالص بعد ما تشوحي الجزر والبصل. وممكن كمان تضيفي كمان بطاطسيتين. البطاطس بتخلي العدس يلف كده وبتديله طعم حلو قوي، وكمان بتزود الكمية بتاعتك. بتشوحي كل المكونات دي كده في السمن او في الزيت بتاعتك. وبعد كده بنضيف شوية من الكمون، يعني العدس يا جماعة بيحب الكمون جدا. تحط شوية كده من الكمون المطحون وشوية من الكزبرة الناشفة زي ما انتوا شفتوا في الاول. وعليهم كمان شويه من الشطه. انا بحط للعدس شطه، ما بحطش فلفل اسمر. وبتشوحي كل المكونات دي كلها مع بعضها. وبعد كده بتجيبي العدس بتاعك، العدس الاصفر. العدس نوعين يا جماعه، في عدس اللي هو للكشري بيبقى يعني ايه غالي شويه، وفي عدس بيبقى يعني إيه لونه فاتح كده شويه، بيبقى رخيص شويه. هاتي انت الرخيص ده وبالمكونات او بالاضافات اللي انت هتضيفيها عليه دي، مش هتحس بفرق خالص. هتحس ان الطعم جميل جدا زيه زي اللي سعره غالي بالظبط. بس اهم حاجه ان انت تزودي نسبه الجزر. نسبه الجزر ديت هتخلي لك العدس بتاعك لونه برتقاني كده، وكانك ايه يعني ايه حاطه كل الكميه عدس، مش يعني ايه مش كوبايه واحده بس. والطماطمايه بقى بتخليها في الاخر. بتشوحيها كده بعد ما بتشوحي البصله والجزر والحاجات دي. بتشوحي الطماطم عشان بس ما تنزلش الميه بتاعتها وتاخد وقت معاكي في التشويح. بس انا كنت نزلتها معاهم وايه، فمش مشكله بقى وكده. ممكن تحطي التوم بتاعك بدل ما تحطي توم مفروم. انا ما كانش عندي توم صحيح، حطيت توم مفروم. وشوحت كل المكونات كده مع بعضها. وبعد كده حطيت العدس بتاعي مغسول طبعا ومتنقي كويس قوي. وبعد كده ضفت عليهم ايه نص لتر من الميه، ما حطيتش ميه كتير. وسبتهم كده على النار قيمه ايه ربع ساعه او تلت ساعه بس كده، ياخدوا يدوا كده مع بعضهم لحد ما ايه العدس بتاعي استوى. بعد ما العدس بتاعي استوى طبعا خدته في الخلاط او في الهاند بلندر لو عندك هاند بلندر، او هتعمليه في الخلاط. بتستنى عليه دقيقتين لحد ما يهدى. علشان الخلاط ما يبوظش، لان الخلاط بلاستيك وكده. بتستنى عليه لما يهدى. وبعد كده بتضربيه في الخلاط، بتنعميه وبتصفيه في مصفى وبتركنيه كده على جنب. وبعد كده بنجيب الحله اللي احنا كنا عاملين فيها العدس، بنشطفها مكان العدس بشويه ميه كده نضاف، علشان ايه نحط فيها شويه سمنه او زيت زي ما انتم شايفين كده. هنعمل العدس بتاعنا النهارده عدس بشعريه، مش هنعمله عدس بشوربه، عدس شوربه. بعد ما نشفت الحله بتاعتنا حطينا فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحط حته سمنه برضو بلدي، بتديله طعم وريحه حلوه قوي. وبتنزلي بقى بشويه من الشعريه كده، قيمه نص كوبايه بس كده. ما تكتريش الشعريه علشان ما يبقاش تقيل كده وماسك معاكي. عشان العدس بتاعك يبقى خفيف، يبقى شوربه كده. ما تحطيش شعريه كتير، يعني حط نص كوبايه بس كده علشان يبقى القوام بتاعه مظبوط.
بنصفّر الشعرية بتاعتنا، ولمّا بتصفر كده بانزل عليها ببصلة كده مكعبات زي ما أنتم شايفين. ممكن تحمّري البصلة لو عايزة البصلة بتاعتِك تحمر، ممكن تصفّريها الأول وبعد كده بتنزلي عليها بالشعرية، أو ممكن تحمّري الشعرية في طاسة أو في طبق أو في أي حاجة على جنب كده الأول، وبعد كده بتصفّري البصلة وبعد كده بتنزلي على البصلة بالشعرية. بتقدري تعمليها بالطريقة اللي تعجبِك. أنا حمّرت الشعرية صفّرتها كده وبعد كده نزلت عليها بالبصلة، لإن البصلة أنا ما باحمّرهاش أوي، يعني باخلّيها بس تدبل بس كده وتنزّل المَيّة بتاعتها والريحة اللي فيها. على إيه؟ لإن أنا عايزة البصلة بتاعتي تبقى مسكّرة، لمّا بتبقى مسكّرة كده بتخلّي طعم الأكل بتاعِك كويس. بتقلّبي كلّه كده مع بعضه، وأنتِ بتعملي الشعرية والبصلة طبعًا لازم تبقى إيدِك في الحاجة بتاعتِك، ما تسيبيهاش وتروحي أي مكان تاني أو تنشغلي بأي شغلانة تانية، لإن الشعرية من الحاجات اللي هي بتحمَر بسرعة، ولو لدعت منِّك هتتحرق وهتدّيكِ لون مش كويس، هتضطري إن أنتِ ترميها وتعملي حاجة تانية، ولو حطيتيها هتلاقيها سودا كده عاملة زي لا مؤاخذة عاملة زي الشعر كده أو زي الكنافة السودا كده في قلب في قلب الأكل بتاعتِك، مش هتدّيكِ لا طعم ولا شكل ولا منظر في الأكلة بتاعتِك. فلازم تبقى إيدِك في قلب الحاجة بتاعتِك وأنتِ بتعمليها. حمّرت الشعرية وصفّرت البصلة بتاعتي، وزي ما قُلت لكم قبل كده العدس بتاعي أنا كنت ضربته بالخلاط وبعد كده صفّيته من الحاجات اللي فيه، الحاجات اللي هي بقى قشرة الجزرة، قشرة الطماطماية، قشرة البصلة، الحاجات اللي زي ديّة بتصفّيها علشان الأكلة بتاعتِك تبقى رايقة كده ويبقى شكلها حلو. بعد كده نزلت بالعدس بتاعي اللي أنا ضربته في الخلاط على الشعرية بتاعتنا أهو، وهانزل بقى بشوية ملح كده. بتحطي بقى بتحيقي الأكلة بتاعتِك بالملح اللي أنتِ عايزاه، ممكن تحطي مكعب مرق بقى في الحتة دي، مش حابة تحطي مرقة هو بيبقى كده بيبقى طعمه حلو جدًا، وبتسيبيه تاخدي بالِك بقى العدس بتاعِك، علشان برضه العدس من الحاجات اللي هي بتلزق في أرضية الحلة بسرعة لو درجة الحرارة أو النار تحتها عالية. فبتهدّي النار بتخلّيها كده على الوسط وبتغطّي الحلة، لإن البقبقة بتاعة العدس دي بتبقى بُصّي عاملة زي السُكّر اللي هو بيبقى زي السُكّر المقدوح، بتبقى عالية جدًا وفي نفس الوقت بتبقى بتلسع أوي وما بتبقاش كويسة. خُدي بالِك وأنتِ بتعمليها لازم تغطّي الحلة بعد ما بتحطّي العدس. طبعًا ما بياخدش وقت كتير على النار، هُم يا دوبك بالكتير 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير على نار متوسطة، ياخد غلوتين كده مع بعضه، وبعد كده بنطفّي عليه. طبعًا لو أنتِ عاملة كمية كبيرة من العدس بتيجي بقى بعد ما بيبرد كده أو يبات عندِك، لو عندِك شوية بات والّا حاجة، بتلاقيه مسك كده وجمد. فتعملي لمّا تيجي تسخّني بقى منه، ما بتسخّنيش الحلة كلّها ليه؟ لإن عشان ما يشِكِّش منِّك أو يشيط ويبقى مش كويس معاك. فبتغرفي بس كده على قد على قد فرد اللي هياكل، وبتسخّنيه، تسخّنيه بقى في الميكروويف أو تسخّنيه على البوتاجاز. ممكن تضيفي له نقطة شوربة أو نقطة مَيّة صغيّرة خالص وعلى نار هادية خالص، بتسخّنيه بيرجع يفُك معاكِ وبيبقى جميل جدًا، جدًا. جرّبي العدس بتاعِك النهارده بالطريقة بتاعة النهارده، طريقة بسيطة وسهلة وجميلة جدًا، عدس بشعرية لزوم الشتا بقى والدفا. طبق عدس بشعرية كده بقى تعصري عليه ليمونة، وكمان جنب منه كده بصلتين خضر كده، بس ما تكتريش في البصل لان البصل بيرفع الضغط يا جماعة. ممكن تعملي جنب منه بقى بطاطسيتين كده، اعملوهم مشويين مش لازم تعملوهم محمرين علشان الزيت برضو والغلا وكده. لو عجبك بقى الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. شكرا ليكم.